السلام عليكم، عايزة أكلمكم عن الحبوب. إزاي نعالج الحبوب وإزاي أصلا نمنع ظهور الحبوب. هما 4 نقاط هنتكلم فيهم. نقطة منهم مهمة جدا اللي هي بتتكلم عن المنتجات اللي ما ينفعش نستخدمها لو احنا بيطلع لنا حبوب، ومنتجات لازم نستخدمها لو احنا بيطلع لنا حبوب. دي نقطة من النقاط. النقطة التانية حاجة تخص الشاور والنظافة وكده، بس هي يعني شوية تيبس كده هقولهم علشان لو ما عملناش الحاجات دي هنبقى عرضة ان احنا يطلع لنا حبوب. النقطة التالتة الأكل، والنقطة الرابعة الهدوم. لو هنتكلم بس يعني أولا كده قبل ما ندخل في ال4 نقاط دول، عايزة أقول لكم إن في نوعين من الحبوب. نوع اسمه أكني، وده بيبقى ناتج عن إن بصيلات الشعر بتنسد بسبب الدهون اللي بتفرزها الغدد الدهنية، فبيبتدي يظهر الحبوب. يعني هي مش سببها عدوى، مش سببها بكتيريا، لا. وبتكون غالبا في الوش وفي الصدر وفي الظهر. فانتي لو بيطلع لك حبوب في المناطق دي، فهتبقي عارفة انه السبب عندك أكني، وان السبب غالبا بسبب الافرازات الدهنية الكتير اللي سدت بصيلات الشعر. لان الاماكن دي هي اكتر الاماكن اللي فيها غدد دهنيه. في بقى نوع تاني اسمه فوليكولايتس. ده دي بقى اللي هي فيها بكتيريا، هي غالبا بيبقى نوع من البكتيريا اسمه ستاف، وبتكون في المناطق اللي هي عرضة للعدوى. يعني لو بيظهر لك حبوب في المؤخرة او في الرجل او في المنطقة دي، فغالبا هيبقى السبب ان في عدوى بكتيرية، عدوى اصابت بصيلات الشعر فعملت حبوب. دول نوعين البكتيريا الموجودين. ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في العلاج لما اختار المنتج المناسب ليا حسب الحبوب تظهر لي فين، لان انا عارفه انا عندي ايه. طيب لو هنتكلم عن شويه تيبس كده في الشاور، اولا احنا لازم ناخد شاور كل يوم، وبعد ما ناخد الشاور نغير الهدوم، لان احنا خلاص مفروض نضفنا جسمنا، لكن الهدوم اللي احنا كنا لابسينها ممكن يكون فيها بكتيريا. فلو رجعنا لبسناها تاني فاحنا بنعمل اعادة للعدوى مرة تانية. حاجة تانية لازم ننشف كويس جدا، حتى لو بعد الشهر هتقولي المية نظيفة ايه المشكلة؟ يعني حتى لو في مية على جسمي، ان المية هي اولا وسط كويس جدا لنمو البكتيريا، فاحنا مش عايزين عدد البكتيريا يزيد، احنا عايزينه يقل. حاجة كمان انه المية في الاماكن اللي فيها ثنايات في الجسم، ثنايات مع الحركة هيبقى فيه حرارة، فمية وحرارة هتخلي الغدد الدهنية تحفزها ان هي تفرز دهون اكتر، فبالتالي تزود المشكلة. فاحنا عايزين البكتيريا نموها يقل، وعايزين كمان الغدد الدهنية افرازاتها تقل. فوجود مية على جسمك حتى لو المية دي نظيفة هتعمل المشكلتين دول، هتزود نمو البكتيريا اللي هي سبب في نوع من انواع الحبوب، وحاجة كمان هتزود افرازات الغدد الدهنية اللي هي برضو سبب في نوع من انواع الحبوب. طبعا احنا بنتكلم عن الميه النظيفه، فما بالك لو في عرق، يعني بعد شغل البيت، بعد الطبخ، بعد تمرين، خارجه راجعه من بره، كل ده لازم تاخدي شاور عشان العرق ده يعني يروح وننشف كويس. بالنسبه للشاور، لو احنا بيطلع لنا حبوب سواء في وشنا او في جسمنا، ما ينفعش نستخدم صابون عادي. هو عايزه الفت انتباهك ان في فرق بين المنظف وبين الديسانفكتنت او المطهر او قاتل للبكتيريا يعني. يعني الصابون العادي هو منظف، بيشيل الاتربه، بيشيل الجلد الميت، خلايا الجلد الميت اللي على سطح الجلد، لكن هو مش قاتل للبكتيريا، هو مش انتي بكتيريال. فاحنا بيطلع لنا حبوب لازم نستخدم صابون او شاور جيل فيه انتي بكتيريال. زي ايه؟ زي بنزويل بروكسيد. تختاري شاور او صابون فيه الماده دي، او الكبريت. في شاور جيل بيبقى فيه كبريت وفي صابونة الكبريت، فالاتنين دول ليهم انتي بكتيريال افكت. ده بالنسبة للشاور. في ايه تاني عايزة اقوله لكم في الشاور؟ بالنسبة للمية، بلاش المية السخنة، لان هي بتهيج الجلد فهتزود المشكلة. يعني بنستخدم مية فترة. وبالنسبة للوفة، فاحنا بنستخدمها بس مش بنعمل سكراب بيها جامد، لانه اذا انت فاكره انه لما تعملي سكراب جامد باللوفه ده هيحل يعني المشكله، لا بالعكس، هو هيزودها لانه بيهيج الجلد.
مش فاكرة كنت عايزة اتكلم ايه تاني عن عن الشاور. بيتهيألي انا قلت كل الحاجات اللي تخص الشاور. طيب لو هنتكلم عن الهدوم، فاحنا لازم نلبس حاجات تخلي الجلد يتنفس. انا عارفه ان احنا بره البيت كبنات ممكن نلبس حاجات اندروير وبراهات تكون تايت شويه علشان شكلنا في الهدوم يكون كويس، لكن في البيت استخدمي حاجات تكون واسعه وتكون قطن، لان الحاجات الضيقه بتحبس العرق في الجلد فبيزود المشكله، لكن القطن بيمتص العرق. كمان لازم الهدوم تكون واسعه عشان نسمح للجلد انه يتنفس. ده بالنسبه للهدوم. بالنسبه للاكل، لازم نشرب ميه كتير وناكل خضروات ورقيه كتير، لان ده هيساعد جدا انه الحبوب تختفي او اصلا ما تظهرش. حاجه كمان بقى لازم نقللها، اي حاجه الجلايسيميك يعني بتعلي سكر الدم بسرعه، زي السكر، طبعا السكر الابيض والدقيق الابيض، البطاطس، المكرونه. الحاجات دي مش هتمنعيها بس هتقلليها. حاجه كمان منتجات اللبن، كليها كامله الدسم، بلاش خالي الدسم. ليه؟ لانه منتجات اللبن اصلا فيها سكر، سكر اللاكتوز، واحنا قلنا ان السكريات ممكن تزود الحبوب. فاحنا عايزين ناكل سكريات اقل، فمنتجات اللبن عموما هنقللها، ولما ناكل منتجات لبن تكون كاملة الدسم، لان المنتجات كاملة الدسم بيكون فيها السكر اقل من المنتجات الخالي الدسم. خالي الدسم بيبقى سكر اللاكتوز فيها اعلى. نيجي بقى للنقطة الأخيرة اللي هي المنتجات اللي مش هنستخدمها لو احنا بيطلع لنا حبوب، وفي منتجات هنستخدمها لو احنا بيطلع لنا حبوب. المنتجات اللي احنا مش هنستخدمها أي حاجة فيها كحول، أي تونر فيه كحول، أي كريم فيه كحول بلاش، لأنه بيهيج الجلد. تاني حاجة نستخدم الحاجات اللي هي اويل فري او مكتوب عليها نون كوموديوجينيك. دي المكتوب عليها الجملة دي بتبقى ما فيهاش دهون. يعني اي حاجة اي كريم او اي صن بلوك او المكياجات اللي هي اويل بيزد دي بلاش خالص، لان الدهون الكتير هتطلع حبوب. احنا قلنا ان الحبوب نوع من انواعها البصيلات الشعر بتنسد بسبب الدهون، فاحنا مش عايزين، يعني احنا اصلا عندنا دهون كتير، مش عايزين كمان نزود الدهون اللي عندنا بدهون كمان اضافيه من الخارج يعني. حاجه كمان المرطبات الكتير ما تنفعش. يعني في مرطبات، نوع مرطبات للناس اللي بشرتها جافه واللي ما بيطلع لهمش حبوب، وفي الناس اللي بشرتها دهنيه ما يفضلش ان هي تستخدم الدهون سوري المرطبات اللي فيها دهون. بنستخدم مرطبات اللي هي ووتر بيزد، بيبقى الاساس بتاعها ميه. طيب دي الحاجات اللي احنا ما نستخدمهاش. ايه بقى الحاجات اللي احنا نستخدمها؟ طبعا احنا اتكلمنا عن الصابون او الشاور لازم يكون فيه انتي بكتيريال، وقلت لكم 2 منهم يعني تستخدموهم. في بقى مقشرات. المقشرات دي فايدتها ايه؟ هي حاجات كريمات او جل او غسول، اي حاجه يعني توبيكال بتحط موضعيه علشان تنظف المسام المسدوده دي وتقلل الدهون، وكمان عشان هي بتقشر، فلو في اثار حبوب فهتشيلها. المقشرات دي زي ايه؟ زي ساليسيليك اسيد، لاكتيك اسيد، جلايكوليك اسيد. في حاجه كمان اسمها ازيليك اسيد. ده مش بس مقشر، هو مقشر وفي نفس الوقت انتي بكتيريال، فانت لو عندك حبوب في الاماكن اللي احنا قلنا سببها بكتيريا ممكن تستخدمي ده، لان هو هيقشر وهيقتل البكتيريا في نفس الوقت. في كمان الريتينويد اللي هو الكريمات اللي فيها فيتامين اي، ده برضو مقشر. طبعا احنا لما بنستخدم المنتجات دي بنبدأ بالاول بالتركيز القليل وبعدين بنزود التركيز. يعني ابتدي اشوف الصيدليه ايه اقل تركيز استخدمه اسبوعين مثلا، بعدين ازود تركيز شويه، وكمان عدد المرات، يعني ممكن استخدمه مره واحده مثلا في اليوم، وبعدين كمان اسبوعين ازوده يبقى مره الصبح مره بالليل. في ايه تاني بالنسبه للكريمات؟ بتهيألي انا قلت كل الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها. عايزه بس اقول اخر ملحوظه، ان تجنبي ان انت تعملي سكويز للحبايه، تضغطي عليها تحاولي تفضيها، لان ده هيعمل مشكلتين. اول حاجه الحبايه دي هتروح وهيظهر في حته تانية حبايه تانية. الحاجه التانية ان ممكن تسيب اثر للحبايه، فالافضل ان انت تسيبيها هي تخف لوحدها. وطبعا بعيدي عن التوتر، لان التوتر بيزود الالتهابات في الجسم، فهيبقى فيه صعوبه. يعني الحبوب عشان تتعالج هتاخد وقت اطول لو انت على طول معرضه للتوتر طول الوقت يعني.
بس كده.